لو انت جاي مرسى مطروح وحابب تفصل خالص عن العالم، حابب تعيش كده انك على جزيرة في المالديف، فاحنا النهاردة موجودين في سي عمر. سي عمر مكان هتفصل فيه عن العالم فعلا. منتجع سي عمر موجود قبل شاطئ الغرام على طول، عبارة عن شاليهات وبناجولو زي ما انتم شايفين كده، او زي ما بنقول كوخ. هو يبان ان هو صغير من قدامك كده، بس جوه حاجة تانية خالص وتجربة ممتعة وجديدة خالص. المكان مجهز بكل حاجة انت ممكن تحتاجها. مكان بسيط صغير فيه سريرين، سرير 150 سنتي، سرير 120 سنتي، يعني مكان يكفي 3 أو 4 أفراد. مجهز بكل حاجة، حاجات بسيطة كده وصغيرة بس فيها كل حاجة انت ممكن تحتاجها. المراتب كويسة جدا، الفرش محترم. المكان فيه كل حاجة انت ممكن تحتاجها. طبعا انا مش هكلمكم على البامب اللي موجود ده، البنى النوبي الجميل بتاع اخواننا اللي موجودين في النوبة. المكان ده يا جماعة وانا واقف كده انت بتسمع صدى الصوت، يعني انت لو في حد قاعد جنبك بيحصل له زي صدى صوت، فتحس كده في صوت، في صدى صوت وانت طالع بتتكلم مع صاحبك يعني. عايز اقول لك المكان فيه كل حاجة، يعني صغير بس فيه كل حاجة انت محتاجها. كل حاجة موجودة في المكان، من تكييف لتلفزيون للفرن، حتى موجود أطباق وكوبايات وكاتل لو حبيت تعمل حاجة سخنة أو أي حاجة. طبعا موجود منيو لو أنت حبيت تطلب بيتزات أو تطلب فطاير أو أكل سوري أو أي حاجة، أنت هتطلب من المنيو هم يجيبوا لك كل حاجة، والأسعار في اللذيذ يعني أسعار عادية جدا. طبعا ده أهم حاجة طبعا في الموضوع ده كله، الحمام زي ما انتم شايفين كده موجود ونضيف جدا. نظافة الحمام بتبقى أهم حاجة في المكان. حوض بقى، مراية، سخن وساقع، حمام سيراميك، نظافة دي أهم حاجة. ونيجي لأهم حاجة بقى وانت قاعد، الفيو على البحر على طول، انت قاعد جوه المية، يعني دي أهم حاجة في منتجع سي عمر. ان انت يعتبر لو طلعت من الباب تنزل تضرب لك غطسين، تروح تنام، ترجع تضرب لك غطسين، فانت مية مية. طبعا انا مش هكلمكم على جمال المية في مرسى مطروح، انت جنب شاطئ الغرام، فمية شاطئ الغرام اصلا معروفة ان هي مية جميلة جدا ومية حلوة. طبعا اللي يخوض قصادك البنانا، جيت سكي، اي حاجة عايز من الالعاب المائية هتلاقيها متوفرة قصادك. طبعا مش محتاجين اوصف لكم الجو بالليل في القرية او في المنتجع بيبقى عامل ازاي، خرافة طبعا مع البحر، فانت بتتكلم في عالم تاني خالص. مرسى مطروح يا جماعة يعني نص جمال العالم او جمال العالم كله كمان. منتجع سي عمر بصراحه من الحاجات، على فكره الجو هنا بالليل بيبقى غير خالص، يعني وقت المغرب طبعا في شوايات هنا، وفي لو عايز تشوي جايب حاجه وعايز تشويها، وعايز جايب لحمه جايب سمك وعايز تشويه. والمكان في المغرب هنا وقت الغروب بيبقى حاجه تانية وتحفه يعني. فلا جو خصوصيه فظيعه، قاعده كده بتفصل عن العالم خالص. فمنتجع سي عمر. السلام عليكم.